It's really very delicious. Kilo o çok güzel bir şey arkadaşlar. دي بقى اللي اسمها بتبص الشوكولاته ده رهيبه طبعا. حاجة عالية جدا. حلوة. في تاني علب ولا؟ شغلة كتير حلوة بتجنن. ام علي سموها ام علي ليه؟ لأنه يمكن واحدة اسمها أم علي اللي عملتها. هدوجك حاجه وتقول لي الحاجه دي ايه. بصراحة هي حلوة يعني زي مخملية كده على اللسان. من 10 بقيمها ممكن أقول 9 أو لا يعني ممكن. هلا هي حلوة كتير الصراحة. إذا باخذ واحدة تانية مقيمة 10 لحد شغلة تانية. الله سو كيوت يعني رح أشبع اليوم. لا الشوكولاتة أحلى. لا هالمرة بعطيها 70 من 10. اسمه حلواني. ما شاء الله. ان شاء الله تشوفوا على وشه الخير. O çok güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle ktir helva. खानेंगे वो बहुत ठीक है अच्छा. और चिंजा मामू माश कितना सच बहुत ठीक है कि something हो गया. ايه اكتر حاجه بتحبها في الحلويات؟ هريسة هريسه. طبعا. هدوجك حاجه وتقول لي الحاجه دي ايه. حلوه. تمام. طيب ده محل بيفتح في سوهاج هنا، ترشح ان المحل ده يشتغل هنا في سوهاج ولا لا؟ طبعا أرشحه بشكل كبير. طيب ممكن تخمن معانا المحل ده ممكن يكون مين؟ سوهاج مش كتير يعني بس ممكن زي البليانة علوان مثلا. حلو. تمام. ده أفضل حاجة أنا اتعاملت معها حاليا صراحة يعني. علوان. علوان حاجة عالية جدا، عالية جدا جدا كمان. ممتازة. هي شبيهة للروان أو حاجة زي كده يعني. دي حاجه اسمها كرامبل. كرامبل. كرامبل ودي اصلا عباره عن عجينه سكر متاخده بمكونات تانية ومطلع الحاجه الحلوه اللي انت شفتها دي. لا ممتازة جدا والله. وتوفيق يا فندم كده وإن شاء الله ربنا يكرمك كده. وهي حاجة ممتازة فعلا مش مسكرة في نفس الوقت هادية وحلوة. وأي حد يعني إن هو يتذوقها إن هو يقبلها إن شاء الله يعني. دي بقى اللي اسمها بتبص الشوكولاته صح؟ ده رهيبه طبعا. حلوه. رهيبه. عايزين حاجات متميزه زي كده على طول. ده محل جديد هنا بيفتح في سوهاج. وهيكون اسمه كرامبل. جايب لك حاجه النهارده عايز اشوفك هتعرف تقول الحاجه دي ايه ولا لا. أكل يعني؟ حاجه بس حلويات يعني. أكل المهم. حلويات ما. ماشي. بقلاوة دي ولا؟ انا عارف شوف بقلاوة واحده. خذ واحدة بس. هجيب لك واحده. شغلانة والله. طب إيه باقي الأنواع؟ قدم كله. ايه رايك في دي؟ حلو والله. والله صح. شغلانة أنا. طب دي حط 2 في علبة لأمك. دي حاجه اسمها كرامبل. اسمها؟ كرامبل. كرامبل؟ ايوه. ايه كرامبل دي؟ ده نوع ده برضه؟ استنى بقى. ده ولا مره. هي دي. شوف كده. شغلانة. ايوه دي بقى اسمها رطب. حلوة. في تاني علب ولا؟ لا بزنين عايز هتخلص العلب هتخلص التست نازلين. اما تشوف الفيديو تقول لي ما جبتليش. حط حتتين في علبي. ده حلواني بيفتح ليه افرع هو في البليانه وجرجا. وبيفتح فرع جديد في سوهاج جديده. توقع مين الحلواني؟ ليه اسامي كل الحلويات على اسامي البنات؟ طبيعي مفيش احلى من البنات يعني. الطف الكائنات مش محتاجه اصلا. عشان اسامي البنات كده كتير وبتاع فسمينا. ما ينفعش تسمي راجل فما راجل هيبه ووضع واجتماع وزعيم قبيله وزعيم ناسه يتسمى باسم حلويات. شوفي دوق الحاجه دي جامده بجد. ايه الحاجه دي طيب؟ دي حاجه زي الاكلير كده او حاجه كده. تتوقعي الحلواني ده ايه او فين؟ انا متوقعه حاجه جامده بجد. ده حلواني اسمه حلواني علوان بيفتح هنا في سوهاج. اسمه الوان. اسمه علوان. حلواني علوان ده ليه افرع في البليانه وجرجا وافتتاحه في الكوامل وبعده هيكون في افتتاح في شارع الجمهوريه. كلمه منك لسلسله علوان بقى. سلسلة جميلة جدا ومتميزة. كانت من أول المطاعم اللي بدأت في البليانة بتقدم خدمة عالية وبتقدم جودة مع المنتج وفي نفس الوقت أسعار. فأكتر من فرع طبعا فتح وده دليل على النجاح. فلو ما كانوش نجحوا وما كانش فيه إقبال من الناس فما كانش هيحصل فروع بالشكل ده. فربنا يوفقهم طبعا ويوفق الجميع بإذن الله. وأنا أتمنى لهم الاستمرار في الخدمة وفي الجودة وفي نفس الوقت الحاجات الحلوة اللي هم بيقدموها لنا يعني. كل ما يكون حاجه جديده ومميزه كل ما تنتشر اكتر وتبقى اكتر بالتوفيق ان شاء الله. ما هو عشان انا شغال الف من يوم العيد في الكوامل فما فيش غير الوان هناك بجهز الافتتاح. والله صح صراحه. قدام مول جاردن سيتي على طول صح؟ بالظبط. ايوه هو دي. شايف انه علوان خد التجربه القويه. ده نمبر 1 الصعيد كله. ده فتح البرديس والبليانه وجرجا وداك الدنيا ده. ايوه صح.
شغلانه هاي. يعني ان شاء الله باذن الله. والحاجات كمان دي هو بس اللي بيعملها مش حد تاني، يعني مش اي حلواني بيعملها. هو الكرامبل واسمه النوع الثاني؟ ما هو كرامبل والتاني اسمه رطب. الكرامبل والرطب ده الرطب ده جاي واخده بالساحل، خلي بالك. اللي بره كله بسبوسه وجلاش وكنافي. ايوه صح. لما الكرامبل ده اول مره نشوفوه. صح. حلو. ابقى ابعت لي حساب الريفيو ده مع احمد عمران.